عليكم ورحمة الله وبركاته شباب أولى ثانوي، إن شاء الله تكونوا في أحسن حال يا رب. النهاردة بإذن الله هنبدأ مع بعض بارت 3 واللي هو بداية لسن 2. هنبدأ إن احنا إن شاء الله نشتغل النهاردة في لسن 2. خلاص أهو قربنا نخلص وقربنا ندخل على لسن 3 ونخلص كمان محتوى مارس. فبإذن الله هنكون لمينا الدنيا كلها مع بعض ونخش الامتحان واحنا مطمنين. يلا بينا نبدأ. أول جزء عندي كالعادة ببدأ خلاص بأول طيب من الأسئلة عندي اللي هو multiple choice questions. يلا بينا على أول سؤال. يلا بينا. The primary function of xylem. الزايلم في البلانت بيترانسبورت ايه؟ تعالى نفتكر الأول يعني ايه كلمة transportation. الترانسبورتيشن بمنتهى البساطة هي بروسيس. البروسيس دي ببدأ ان انا اعمل فيها ايه؟ هنقل ايه يا مس؟ لو انا في البلانت مثلا فانا هبدأ ان انا انقل واتر وسولز ولازم الفود. تمام؟ ليه؟ احنا اتفقنا ان الفوتوسينثيس بروسيس بتحصل فين؟ occurs in the leaves والليفز فوق خالص، فانا محتاج ان انا انقل الووتر والسولز دي من تحت من السويل لحد فوق، وكمان محتاج ان انا انقل الفود اللي انا عملته فوق ده انزله تاني لتحت عشان ابدا ان انا اكبر الروتس ديت واكبر الزايل او اكبر الستام سوري. طيب هو بقى بيقول لي الزايلم تيشو ده بينقل ايه من الثلاثه دول؟ تعالى نشوف. ادي الستام بتاع البلانت. حلو كده؟ طيب الستام ده بيكون فيه موجود عندي 2 فيزلز. اول فيزل عندي اسمه الزايلم. طيب الزايلم ده بيعمل ايه؟ الزايلم ده بيكون الدايركشن بتاعه طالع لفوق، بيكون 1 دايركشن. الدايركشن بيكون رايح لفين؟ لفوق. طب هو بيروح لفوق يا مس، يعني هو جايب ايه من تحت وهيطلعه لفوق؟ جايب حاجات من السويل اللي هي الووتر والمينرال سولز هيطلعها لي لحد الليف. طب والتيوب الثانيه؟ لا التيوب الثانيه دي بقى هتبدا ان هي تنقل لي الفود. كان اسمها ايه؟ كان اسمها فلوم. اسمها ايه؟ فلوم. تمام كده؟ طيب هو بقى بيسالني بيقول لي الزايلم ده بيترانسبورت ايه؟ هل هو البرودكتس اوف فوتوسينثيس بروسيس؟ لا، اللي بينقل البرودكتس بتاعت الفوتوسينثيس بروسيس كانت الفلوم، فمش هتبقى دي. طيب الاكسجين بين الاكسجين؟ لا، الاكسجين اللي بتاخدها كانت بتاخدها الاستوميتا، والاستوميتا دي موجوده اصلا في الليف. طيب ووتر اند مينرالز هو بيعمل كده فعلا، ولا بينقل الانرجي؟ لا هو مش بينقل الانرجي. الانسر هنا هتكون ايه؟ الانسر ويل بي سي، ان الزايلم تيشو في البلانت بيبدا ان هو يترانسبورت الووتر والمينرالز. يلا بينا على اللي بعده. Question 2. Which of the following agricultural applications benefits most from المايكرو سي تي ريزولتس؟ تعالى كده نفتكر مين هو السي تي او المايكرو سي تي ريزولت او المايكرو سي تي. المايكرو سي تي دوت كان بيبدا ان هو جهاز ببدا ان انا اقرا بيه الفلو اوف ووتر جوه الستام عامل ازاي من غير ما اقطعه. يعني الميه طالعه بشكل معين، فانا علشان ما اقطعش الميه دي وهي طالعه بستخدم الابلكيشن دي. يبقى تعالى نشوف ايه الحاجه اللي ممكن تفيدني بالجهاز ده. يلا بينا. improving protein productivity هيساعدني في ان انا اعمل البروتينز؟ لا هو مش هيساعدني ان انا اعمل بروتينز. increasing cellular respiration rate هيساعدني ان انا اعمل cell respiration اكتر واطلع انرجي اكتر؟ لا برضه هو مش هيعمل كده. طيب developing drought resistance strategies اقدر ان انا اعالج مشكله الدروت الجفاف؟ بيحصل فعلا. طيب enhancing chlorophyll formation هيساعدني في ان انا اعمل كلوروفيل؟ لا كل دي حاجات مالهاش اي علاقه بالمايكرو سي تي. المايكرو سي تي هو بيقيس لي زي ما قلت، بيقيس لي كميه الووتر اللي طالعه وبيشوف هل الدنيا دي ماشيه كويس ولا لا. طالما انا بتكلم على ووتر يبقى انا هبقى هبريفنت الدروت، يبقى الانسر ويل بي سي. يلا بينا على اللي بعده. question 3. question 3. movement of water in xylem vessel. الميه وهي ماشيه جوه الزايلم مالها؟ relies primarily on physical forces بتعتمد على forces معينه بتخلي الميه وهي طالعه تطلع مظبوط. ايه هم بقى؟ تعال نشوف. اول حاجه الكوهيجن اند ادهيجن اونلي. تعال نفتكر يعني ايه كلمه كوهيجن ويعني ايه كلمه ادهيجن وايه هي الاستراتيجيز اصلا. اول حاجه يعني ايه كلمه كوهيجن؟ الكوهيجن دي عباره عن ان الواتر المولكيول بتاعت الواتر بتمسك في المولكيول اللي جنبها. يعني ايه الكلام ده يا مس؟ تعالى كده بص، لو انا جيت رسمت لك قلت لك ادي الستام بتاعي او ادي الزايلم بتاعي، تمام كده؟ طيب الزايلم ده فيه ادي هنا دي
molecule of water وهنا molecule of water. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان هما بيعملوا bond together. بيعملوا ايه مع بعض؟ بيعملوا bond together. اهي البوند دي، اهي البوند دي اسمها ايه؟ اسمها cohesion. اسمها ايه؟ cohesion. اسمها ايه؟ cohesion. طيب حلو كده. طيب وايه كمان؟ قال لي في بوند تانية بتتعمل ودي مهمة جدا. ايه البوند التانية اللي بتتعمل المهمة جدا دي يا مس؟ البوند التانية اللي بتتعمل بتوين الواتر مالكيول وكمان الوول بتاع الزايلم. فدي بسميها ايه؟ بسميها ادهيشن. بسميها ايه؟ بسميها ادهيشن. يبقى انا لحد دلوقتي خدت كام واحده؟ 2. طب انا عندي كده الكوهيجن وعندي الادهيشن. انا مسكت الووتر في بعضه ومسكت الووتر في الوول. طيب ايه اللي هيخليني اشد الميه دي لفوق برضو؟ انا كده ما استفدتش حاجه. كان عندي بروسيس اسمها ترانسبيريشن، عندي بروسيس اسمها ترانسبيريشن، عندي بروسيس اسمها ترانسبيريشن. ايه هي الترانسبيريشن؟ افتكر معايا الترانسبيريشن قلت لك ان هي الليف بيكون فيها فتحات. الفتحات دي اسمها ستوميتا. الستوميتا دي كانت بتعمل ايه؟ كانت بتدخل لي الجازز كربون دايوكسيد والاكسجين وكمان بتطلع لي الواتر كووتر فيبر. واتفقنا من الليسن اللي فات الترانسبيريشن انا بطلع ميه لبره. تمام؟ قلت لكم ساعتها كأن البلانت بتاعي بيعلى كأنه بيطلع ميه. طب ده هيفيدني انا في ايه يا مس؟ الموضوع اشبه بمنتهى البساطه ان انت واحد واقف في الدور العاشر وانت عندك حاجه عايز تجيبها من تحت في الشارع، فرحت انت منزل سبت. تمام؟ الخيط بتاع السبت ده ماسك في بعضه، ده سميناه ايه؟ كوهيجن. الخيط نفسه ماسك في السبت، ده اسمه ايه؟ ادهيشن. بتشد انت، ده اسمه ايه؟ ترانسبيريشن. انت لما بتقعد تشد في الحبل انت بترمي الحبل وراك عشان تطلع بقيه الحبل من تحت. نفس الكلام بيحصل في البلانت. البلانت بيرمي الميه اللي عنده عشان يبدا ان هو يطلع ميه تانية. بمنتهى البساطه انا لما برمي الميه دي بره فانا كده بقى عندي لو كونسنتريشن اوف ووتر، انا محتاج ميه. فايه اللي بيحصل؟ بتبدا الميه دي تتسحب من تحت عشان تعوض لي الميه اللي انا فقدتها فوق، فيفضل عندي الووتر كولم شغال عمال يطلع. تمام؟ يبقى تاني انا بقى عشان اطلع الميه في الزايلم هحتاج ايه؟ هحتاج 3 حاجات. مين هم؟ هحتاج الكوهيجن وهحتاج الادهيشن وهحتاج الترانسبيريشن. يبقى لو جينا نضفنا كده يبقى انا محتاج الكوهيجن، محتاج الادهيشن، ومحتاج كمان الايه؟ الترانسبيريشن. يبقى الانسر عندي بي. تمام كده؟ يلا بينا على اللي بعده question 4. طيب question 4 بيقول لي aerobic cellular respiration. تعالى نفتكر ايه هو الايروبيك سيلولار ريسبيريشن وهو الان ايروبيك سيلولار ريسبيريشن. سيلولار ريسبيريشن قلت لكم كانت بتتقسم عندي لجزئين، حاجه ايروبيك، واحد ايروبيك وواحد ان ايروبيك. طيب نبدا اول حاجه بالايروبيك اللي هو الطبيعي. الايروبيك ده اللي هو الايه؟ الطبيعي اللي المفروض يحصل. ايه اللي المفروض يحصل؟ عشان ابدا ان انا اجيب انرجي لازم يكون عندي اكسجين. لازم يكون عندي اكسجين. مع الاكسجين ده انا باكل اكل، باكل فود. فالفود ده اللي هو ايه؟ الجلوكوز C6H12O6. هيطلعوا لي ايه؟ هيطلعوا لي كربون دايوكسيد، هيطلعوا لي ووتر، وهيطلعوا لي انرجي او ATP. طيب ده الطبيعي. طب اللي مش طبيعي؟ اللي مش طبيعي ان انا ما يكونش عندي اكسجين. فجاه ما بقاش عندي اكسجين خالص، اللي هو الان ايروبيك ريسبيريشن. ما بقاش عندي اكسجين. فايه اللي هيحصل؟ هلاقي ان الجلوكوز ده بيطلع لي حاجه مهمه جدا. لو انا في الهيومن هيطلع لي لاكتيك اسيد، ولو انا في اليست في الخميره هيطلع لي الكحول. طيب برضو يا مس نيجي بقى نرجع للسؤال. الراجل بيقول لي الايروبيك ريسبيريشن اللي هو الطبيعي بتاعي عادي جدا هيطلع لي ايه؟ ويل بروديوسز وات؟ هيطلع لي ايه؟ يلا بينا. كربون دايوكسيد، ووتر اند انرجي. هو بيطلع كده فعلا. الكحول اند انرجي لا. لاكتيك اسيد اونلي لا. انرجي without other products لا. ده بيطلع لي ايه؟ برودكتس ثانيه زي الكربون دايوكسيد والووتر. يبقى الانسر هتبقى عندي ايه؟ تمام كده؟ يلا بينا على اللي بعده. question 5. during summer في الصيف. during summer why does the process of transpiration become more important for the plant؟ ليه في الصيف الترانسبيريشن مهم جدا ولازم ان هو يحصل؟ ايه الفرق؟ تعال نشوف انت بيحصل لك ايه في الصيف. انت لما تبقى الدنيا حر جدا
وحر نار، ايه اللي بيبدا يحصل؟ بيبدا ان انت تعرق كتير. طب هو العرق ده اصلا عباره عن ايه؟ السوات اللي انا بطلعه بره جسمي ده عباره عن ايه؟ هو بيطلع ده شويه ووتر، اكسس ووتر، اكسس سولت بيطلعوا، ده اكسكريشن هناخدها في الليسن اللي بعده. هتبدا ان هي تطلع بره جسمي ليه؟ عشان تعمل لي كولينج، لان هي طالعه كده بتروح سحبه شويه هيت في ايديها. نفس الكلام بالظبط بيحصل في البلانت. في الترانسبيريشن ميه وهي طالعه بتسحب شويه هيت في ايديها، فبتعمل ايه؟ بتعمل كولينج للبلانت. يبقى تعالى كده بص، يبقى because it helps cool the leaves، هي بتعمل كده. طيب because it increase sugar storage، لا هي مالهاش اي دعوه بالشوجر. طيب because it reduce salt absorption، لا. طيب because it stops photosynthesis process، لا هي مش بتعمل كل ده. يبقى الانسر عندي ايه؟ ايه هتبقى نمبر ايه. طيب يلا بينا على اللي بعده. question 6. The system، ده سهل قوي. The system responsible for transporting الأكسجين، هبدأ إن أنا أنقل الأكسجين and the nutrients in the human body. أنا عايزة أنقل الأكسجين والنيوترينتس والأكل اللي أنا أكلته وكل الحاجات الحلوة دي، عايزة أنقلها في جسمي أنا كهيومن بودي. هنقلها إزاي؟ هنقلها بأنهي سيستم؟ بالريسبيراتوري سيستم؟ لا، الريسبيراتوري سيستم ده مهمته إنه يعمل إيه؟ إنه يدخل لي كل الجازز. يا اما يدخل لي الجاز يا اما يخرج لي جاز زي الكربون دايوكسيد جاز. طيب سيركيلاتوري سيستم، السيركيلاتوري سيستم ده عباره عن ايه؟ مثلا عباره عن البلد، عباره عن ايه؟ مثلا عباره عن الهارت، تمام، والبلاد فيسلز طبعا والفيسلز. طيب الحاجات دي لازمتها ايه؟ البلاد ده بيبقى شايل الاكسجين، بيبقى شايل النيوترينز، بيبقى شايل كل حاجه انا محتاجها، ويبدا ان هو ايه؟ يوزعها على السيلز. يبقى انا عندي السيركيلاتوري سيستم. طب اكسكراتوري سيستم، لا الاكسكراتوري سيستم دي انا بخرج الويست، بخرج الحاجات اللي انا مش محتاجها. طيب دايجستيف سيستم، لا ده لازمته ايه؟ ان انا باكل والاكل ده يتكسر، يحصل له بريكنج داون انتو سمول نيوترينز، النيوترينز دي تخش جوه البلاد والسيل تقدر ان هي تاخدها. يبقى انا عندي الانسر هنا السيستم اللي responsible for transporting the oxygen and the nutrients inside the human body هتكون السيركيلاتوري سيستم. تمام كده؟ يلا بينا على اللي بعده. question 7. Which of the following statement explains the relationship between الترانسبورت in plant، تمام، والترانسبورت ان هيومنز؟ طب هو الترانسبورت ان بلانتس كان بيحصل ازاي والترانسبورت ان هيومنز كان بيحصل ازاي؟ ترانسبورت ان بلانتس كان بيحصل عندي عشان انا عندي حاجه اسمها زايلم وعندي حاجه اسمها فلوم، تمام. طب في الهيومن انا قلت لك ان انا عندي سيستم كامل اسمه circulatory system. طيب يلا بينا نشوف بقى ايه اللي بيحصل. انا عايزه اشوف حاجه شبه بعض فيها. both occur only in one direction، كلهم بيمشوا في دايركشن واحد. لا ده مش بيحصل. ان انا مثلا عندي اكزامبل زي الفلوم، لا هو مش بيمشي في دايركشن واحد، هو بيمشي يوزع. لو انا عندي ليف ثانيه ما عملتش الجلوكوز انا ممكن اروح اديها. الستام محتاج هديه. لو انا عندي برانش فوق شويه في الشجره هطلع اديله اكل، فده مش one direction. طيب both aim to distribute materials and energy within the body. الاثنين هيبداوا ان هم يعملوا distributing للماتيريالز. لا هم مش بيعملوا distributing للماتيريالز، هم بيعملوا ايه؟ transporting للماتيريالز. both rely on lignin. لا الهيومن بادي ما فيهوش lignin. الليجنين ده موجود في الترانسبورتنج اللي فين؟ او في الزايلم والفلوم اللي موجودين فين؟ في البلانت سبيشالي الزايلم. طيب both rely on the process of transportation. الاثنين بيعملوا transportation. ايوه الاثنين بيعملوا transportation وربنا خلقهم عشان يعملوا transportation. يبقى الانسر هنا في نمبر 7 ايه؟ هم شبه بعض في ايه؟ شبه بعض في ان الاثنين او الاثنين بيعتمدوا على البروسيس بتاعت الترانسبورتيشن. تمام كده؟ طيب يلا بينا على question 8. يلا the presence of lignin، وجود الليجنين عندي في الوولز بتاعت الزايلم هتساعدني في ايه؟ هو ايه لازمه الليجنين عندي جوه الزايلم؟ لو انا جيت قلت لك ان ده الزايلم اهو، الزايلم ده بيكون متحوط عندي بشيء مهم جدا اسمه الليجنين ده. طب هو الليجنين ده بيعمل ايه؟ يعني هو ليه موجود حوالين الزايلم دوت؟ بص يا سيدي، الزايلم ده شايل كميه ميه مهوله وبيطلع لي كميه ميه مش طبيعيه. طب تخيل كده ان الزايلم ده بقى عامل زي مثلا البلاستيك سترو، زي الخرطوم بتاع الميه البلاستيك ده، وطالع فيه كميه الميه دي. ايه اللي هيحصل لو انت مش ماسك الخرطوم بتاع الميه ده؟ ايه اللي بيحصل؟ بتلاقي الخرطوم رايح جاي منك، تمام. طب انا عايزه احافظ عليه من انه يحصل كده، انا عايزاه يبقى واقف مظبوط، واقف سبورتد، واقف في مكانه. طب ده اول حاجه. تاني حاجه، انا الميه اللي طالعه عندي دي انا عايزه احافظ عليها على قد ما اقدر. انا مش عايزه افقد الميه دي باي شكل من الاشكال، مش عايزه يبقى ده احتمال اصلا. فانا هبدا ان انا اعمل ايه؟ ابريفنت كمان ان الميه دي ما تطلعش بره الزايلم. يبقى الليجنين بيعمل ايه؟ بيعمل سبورت رهيب جدا للزايلم، وكمان بيبريفنت الليك اوف ووتر. يلا بقى نشوف التشويسز.
ستور اورجانيك ماتيريال، هيبدا ان هو يستور الاورجانيك ماتيريال، لا هو ملوش اي دعوه بالاورجانيك ماتيريال لان هو بيطلع ميه. تمام. طيب give the cells flexibility and soften، بتخلي السيل بتاعتي او بتخلي الزايلم دوت سوفت كده وبيكون ايه فليكسبل. لا ده مش بيحصل، بالعكس ده بقول لك ده بيخليه ايه هارد، بيخليه سبورتد قوي. طيب resist the tension pressure during the ascent of water، والميه طالعه الضغط الجامد ده انا عايز ان انا اخلي الضغط ده محكوم، انا قادره اتغلب عليه. طيب ريجيليت الاستاميتا اوبننج، هو بيساعدني في الاستاميتا اوبننج؟ لا ملوش اي دعوه. يبقى الانسر هنا هتكون نمبر سي او لتر سي. تمام كده؟ يلا بينا. الكويستشن اللي بعده question 9. طيب the appearance of air bubbles inside the xylem vessel cause، تعالى كده نتخيل ان الميه وهي طالعه ظهرت اير بابل في النص. طب انا عايزه اشبه الموضوع ده بحاجه ثانيه. افتكر معايا كده الاكزامبل اللي قلت لك من شويه، ان انا قلت لك الكوهيجن والادهيجن والترانسبيريشن شبه ايه؟ شبه ما انت واقف كده في البلكونه بتطلع الايه؟ بتطلع علبه او حاجه من تحت. طيب لو انا جيت، انت قاعد في العاشر وانا جيت من الايه؟ من الثامن كده ولا من السابع، رحت قطعها لك الحبل ده، ايه اللي هيحصل؟ الحاجه اللي انت كنت بتطلعها مش هتطلع. تمام. يبقى ايه اللي حصل عندي هنا؟ كميه الميه اللي طالعه وقفت. تاني انا عندي ادي الخط بتاع الميه، ادي الووتر كولوم اللي المفروض يطلع، انا جيت بقى ورحت عامله ايه؟ الاير بقى راح جاي عامل ايه؟ الاير راح جاي واقف هنا قطع لي الحته دي. هل الميه دي هترجع تطلع تاني؟ لا مش هتطلع تاني. يبقى انا هنا كده عملت مشكله. ايه هي المشكله دي؟ المشكله بالنسبه لي دلوقتي ان الميه دي مش طالعه، انا كده الميه اللي انا محتاجها ما طلعتش عندي. طيب يبقى تعالى نشوف التشويسز. increased transpiration rate، لا ما انا ما عنديش ميه تطلع اصلا عشان ازود فيها transpiration rate. طيب increase the speed of water ascent، هزود من سرعه الميه اللي طالعه، لا برضه ما انا بقاش عندي ميه اصلا تطلع. طيب salt accumulation of in leaf، السولت هتبدا متخزنه في الليف، لا مالهاش دعوه. طيب تعالى هنا نشوف obstruction of water column movement upward، الميه مش هتطلع لفوق. انا كده اثرت على ايه؟ على ان الووتر كولوم خط الميه اللي طالع عندي دوت وقف. تمام. نفس الفكره بالظبط بتاعت ايه؟ الثبت، انت بترفع الثبت، حد جه قطع لك الحبل، فخلاص اللي تحت ده ايه؟ مبقاش بيطلع تاني، والخط بتاعك انت سحبت الحبل بس. تمام كده؟ طيب يلا بينا على question. in the human circulatory system، هبص على السيركيلاتري سيستم اللي موجود عند الهيومن، اللي هو بينقل ايه؟ اللي هو بيعمل ترانسبورتنج للبلد اللي جواه مين؟ جواه الاكسجين وجواه النيوترينز. تعالى نبص عليه. طيب digested nutrients are transported to the cell via the، دلوقتي انا البلد اللي ماشي في جسمي دوت ماشي فيه جواه نيوترينز، شايل النيوترينز دي انا محتاجها. طيب النيوترينز اللي انا محتاجها دي هتمشي في مين بالظبط؟ هل هتمشي في الكابيلاريز ولا هتمشي في الارتريز ولا في الفينز ولا في الهارت؟ تعالى نشوف اصلا الموضوع بيبقى ماشي عندي ازاي. الموضوع بيبقى ماشي عندي ازاي؟ اي فيسل، لو قلنا ان ده الهارت، تمام؟ طيب اي فيسل خارج بره الهارت، طالع بره الهارت، بسميه ايه؟ بسميه ارتري. بسميه ارتري. وعلى الاغلب الارتري ده بيبقى شايل دم نظيف و100. يعني في ايه؟ يعني في اكسجين يا مس، يعني في ايه؟ يعني في نيوترينز جسمي محتاجها يا مس. ليه؟ انا طالع من الهارت رايح فين؟ انا طالع من الهارت رايح للسيلز اديها الحاجات اللي هي محتاجاها. ما عدا عندي ارتري واحد، الارتري الوحيد اللي عندي شايل بلد دي اوكسجينيتد بلد مش نظيف، طالع من الهارت بيبقى رايح لفين؟ رايح لللونجز. بسميه ايه؟ بسميه بالمونري. تمام كده؟ يبقى تاني، يعني ايه كلمه ارتري؟ الارتري دوت هو فيسل موجود في جسمي شايل، او اي فيسل خارج بره البلد او خارج بره الهارت، انا اسفه، بسميه ارتري. وعلى الاغلب بيبقى شايل اوكسجينيتد بلد. يعني ايه اوكسجينيتد؟ يعني دم نظيف في اكسجين وفي نيوترينز انا محتاجها. ما عدا ارتري واحد اسمه ايه؟ اسمه بالمونري ارتري، بياخد نفسه من جوه الهارت ويروح على مين؟ ويروح على اللونجز. ليه؟ عشان اللونجز تاخد منه الكربون دايوكسيد وتديني الايه؟ الاكسجين تاني ويرجع يخش الهارت. طيب ده بالنسبه للارتري. طيب الفينز، لا الفينز دي بتبقى جايه من جسمي داخله جوه الهارت. يبقى انا عندي اي فيسل
داخل جوه الهارت بسميه ايه؟ بسميه فين. اي فيسل داخل جوه الهارت بسميه فين. طيب اللي داخل جوه الهارت الفين ده داخل يعمل ايه؟ هو ده داخل نضيف؟ لا، داخل مش نضيف، ده فيه كربون داي اوكسيد وفيه ويست، حاجات انا مش محتاجها. طيب ما عدا فين واحد بس بيبقى شايل اكسجين. مين الفين دوت؟ الفين اللي بيبقى داخل عندي للهارت، هعمله بلون تاني، فين داخل عندي جوه الهارت بس شايل دم نضيف، وده اسمه ايه؟ اسمه البلمونري فين. يبقى تاني، انا عندي الارتري والفين في كل جسمي ماشيين مع بعض ما عدا في حتتين. اي حاجه رايحه لللونجز هتلاقيها مختلفه عندي عن اي حاجه تانية موجوده في جسمي. الارتري كله خارج من جسمي، كلهم شايلين اكسجين، كلهم شايلين نيوترينز ما عدا الارتري اللي رايح لللونجز بقى شايل كربون داي اوكسيد. اسمه ايه الارتري دوت؟ اسمه بالمونري ارتري. تمام. طيب تاني، اي حاجه داخله جوه الهارت، اي فيسل داخل جوه الهارت بسميه ايه؟ بسميه فين. طيب الفين ده بيبقى شايل ايه؟ بيبقى شايل كربون داي اوكسيد وشايل ويست عشان رايح اوديها للهارت، عشان الهارت بقى يطلع لي الحاجات دي بره. طيب ما عدا مين؟ ما عدا البلمونري فين. جاي منين؟ جاي من اللونجز. جاي منين؟ جاي من اللونجز. تمام. يبقى البلمونري ارتري والبلمونري فين بيختلفوا عن الارتريز والفينز بتاعه الجسم. طب يا مس يعني ايه كلمه كابيلاري؟ تعالى شوف كده. لو قلت لك ان دي سيل، والسيل دي طبعا بتبقى صغننه جدا، حلو كده. طيب وادي الارتري، انا عندي ارتري اهو. الارتري ده يا مس كبير جدا، ما اقدرش ادخل بيه جوه السيل، السيل دي حاجه صغننه جدا، فالارتري اللي انا شايفه او الفين اللي انا شايفه في ايدي دوت ما يقدرش يخش جوه السيل لان هو كبير. فبيبدا يحصل له ايه؟ بيبدا ان هو يتفرع، بيبدا ان هو يحصل له ايه؟ يتفرع. البرانش اللي هو بيتفرعها ديت اللي انا برسمها ديت لحد ما يدخل جوه السيل بسميها ايه؟ بسميها كابيلاري. بسميها ايه؟ بلاد كابيلاري. بسميها ايه؟ بلاد كابيلاري. طيب الدم اللي مش نظيف اللي انا عايزه اخلص منه، عايزه اوديه للهارت، اللي هيروح بعد كده للفين، ادي الفين. والفين ده برضو كبير، مش هيقدر يخش يلم الويستس من جوه السيل، فايه اللي بيحصل؟ بيطلع منها برضو ايه؟ برضو تفرعات كده، برانشز كده. التفرعات دي بتبدا ان هي ايه؟ تخش جوه السيل، تاخد منها الايه؟ كل الويست او كل الكربون دايوكسيد وتطلعه تاني للهارت. يبقى انا عندي الفين بيلم الكربون دايوكسيد وبيلم الويست من كل البادي سيلز ويوديها لمين؟ ويوديها للهارت. لكن عندي الارتري بيلم لي الدم النظيف وياخده من الهارت يروح ايه؟ يوزعه على كل الجسم. طيب برضه يا مس ما جاوبناش على السؤال. مين بقى اللي هياخد الدايجستد نيوترينز دوت؟ مين اللي هياخد النيوترينز الجميله النظيفه الحلوه اللي انا عايزها ديت؟ مين اللي هينقلها لي؟ مين اللي هيديها لي؟ الارتري. حلو كده؟ حلو قوي. يلا بينا على اللي بعده. question 11. Which of the following is an example of active transport in the cell؟ يعني ايه كلمة active transport؟ active transport يعني انا الحاجة عكس الطبيعي. هو الطبيعي ان انا عندي مثلا لو انا عندي ازازتين، ازازة فيها مية كتير وازازة فيها مية شوية صغيرين، ايه الطبيعي اللي يحصل؟ ان انا اخد من المية الكتير دي انقلها على المية اللي شوية صغيرين، ده الطبيعي. طيب ده بسميه passive transport. يبقى الطبيعي بتاعي اللي هو لو انا بحول عندي من الهاي كونسنتريشن لللو كونسنتريشن، ده الطبيعي عندي، فبسميه ايه؟ بسميه باسيف ترانسبورت. تمام؟ طيب لو انا بقى ماشي بالعكس، انا عندي حته فيها لو كونسنتريشن وعايزه انقلها لحته هاي كونسنتريشن، هقول عليها ايه بقى؟ بقول عليها اكتيف ترانسبورت. اللي هو انا ماشي عكس الطبيعي، انا ببذل انرجي رهيبه جدا، بستخدم كميه انرجي قويه جدا علشان اقدر بس ان انا امشي عكس الطبيعي. طيب تعالى بقى نشوف مين في دول اكتيف ترانسبورت وبيستخدم انرجي عشان اقدر ان انا اعمله. يلا اول واحده، oxygen passing across the membrane. تعالى نشوف الاكسجين ده هيخش منين؟ هيخش من الهواء. طب الهواء ده، الاير اللي حواليا ده، فيه هاي كونسنتريشن من الاكسجين ولا لو بالنسبه لجسمي؟ في هاي. تمام. يبقى انا عندي ديت ايه؟ دي باسيف، فلا مش دي اللي انا عايزها، انا عايز واحده اكتف. طيب water moving by osmosis، الراجل بيقول لك اسم البروسيس osmosis، لا مش عايزه الاسموزس. طيب transport of ions against their concentration gradient in the root cells، ان انا همشي عكس الكونسنتريشن against their concentration gradient. تمام. انا هنا ماشي العكس الكونسنتريشن، فبالتالي انا ماشي عكس الطبيعي، انا ماشي من اللو للهاي. هي ديت
active transport. طبعا بص على الاخيره diffusion of gases from the lungs into the body، نفس الكلام بالظبط، ان انا جسمي لو بتكلم على lungs والبادي بتاعي هلاقي ان اللونجز بيكون فيها جازز اكتر من البادي، فبالتالي انا ماشي من الهاي لللو، يبقى دي غلط. يبقى الانسر عندي لو اخترت هتختار الانسر سي. تمام كده، هي دي الوحيده اللي فيهم active transport. طيب question 12 anaerobic respiration. الانيروبيك respiration اللي هو الريسبيريشن اللي انا ما عنديش فيه اكسجين، ما عنديش فيه اكسجين كفايه. تمام. طيب occurs within the cell inside، بيحصل فين؟ جوه السيل. الايروبيك ريسبيريشن الطبيعي بيحصل في الميتوكوندريا. تمام، ده الايروبيك، ده لما بيكون عندي اكسجين. تمام. طب لو ما عنديش اكسجين بيحصل فين؟ بيحصل في السيتوبلازم. يبقى الانيروبيك ريسبيريشن تمام بيحصل فين؟ بيحصل عندي جوه السيتوبلازم. يبقى الانسر هنا will be A. يلا بينا على اللي بعده question 13. طيب the pulmonary circulation، السيركيليشن اللي هتروح لللونجز begins with، تعالى في الاول كده نرسم الهارت كده بشكل بسيط ولذيذ ونشوف الدنيا بتبقى ماشيه عندي ازاي. بص يا سيدي، لو افترضنا ان ده الهارت تمام، ادي انا الطبيعي عندي ان انا عندي 2 اتريمز و2 فنتركلز. تمام، الرايت والليفت. تمام، ادي كده انا عندي هنا الجزء اللي بالاحمر دوت هيكون ايه؟ هيكون الليفت اتريوم والليفت فنتركل، وعندي هنا الجزء اللي بالازرق دوت اللي هو الايه؟ الرايت اتريوم والرايت فنتركل. طيب يا مس انت ليه رسمهم بالوان مختلفه؟ اللي لونه احمر دوت هعتبر ان هو اوكسجينيتد بلود، دم نظيف، دم انا محتاجه هيمشي في الارتريز. طيب واللي بالازرق ده دم مش نظيف، دم انا مش محتاجه. طيب ايه اللي بيحصل بمنتهى البساطه عندي؟ تعالى كده نشرحها بالراحه. اول حاجه بيبدا عندي الدم ان هو يجي من جسمي اهوت، يجي من فوق من عند جسمي ويجي من تحت اهوت، يجي من الجسم كله يخش عندي فين؟ يخش عندي في الرايت اتريم. يخش عندي فين؟ في الرايت اتريم. الرايت اتريم هيروح مدين مين؟ للرايت فنتركل. يخش هنا البلاد اللي مش نظيف. طيب البلاد اللي مش نظيف ده شايل ايه؟ شايل ويست انا مش محتاجه، اللي منها واهمها الكربون دايوكسيد. طب انا هعمل ايه بقى؟ هروح واخد البلاد دوت زي ما هو كده هطلعه لفوق. طب هطلعه فوق ده هوديه فين يا مس؟ هوديه عند التو لونجز. ادي انا عندي لونج على اليمين وانا عندي لونج على الشمال. يبقى ايه اللي هيحصل عندي دلوقتي؟ ادي البلاد فيسل هياخد نفسه ويروح لفين؟ لللونجز. طب اللي طالع ده طالع من الهارت، طالع من الهارت ده ارتري ولا فين؟ ده ارتري. يا مس بس ازاي انت قلت ان الارتري بيكون شايل دم نظيف؟ الارتري اللي شايل دم نظيف دوت بيكون في الجسم العادي، لكن وانا رايح لللونجز ببقى شايل دم مش نظيف. تمام. طيب بعدين ايه اللي يحصل؟ الدم ينضف عندي هنا في اللونجز، ابدا ان انا احط له اكسجين، هبدا ان انا ارجع البلاد ده تاني اهوت، بيمشي كده البلاد ويرجع تاني عندي فين؟ لجوه الهارت. بيخش فين المره دي؟ بيخش في الليفت اتريوم. بيخش فين؟ في الليفت اتريوم. بيخش فين؟ في الليفت اتريوم. الليفت اتريوم هيودي لي البلاد دوت اهوت عندي لتحت، هينزله لي تحت هنا عند مين؟ عند الليفت فنتركل. الليفت فنتركل هيبدا يعمل له ايه؟ بوشنج، هيبدا يعمل له بامب. الهارت هيبدا ان هو ايه؟ يطلعه بره جسمي في الاورطه. والاورطه دوت مين هو الاورطه دوت؟ الاورطه دوت اللي هو الايه؟ الارتري الكبير جدا في جسمي اللي هيبدا بعد كده يوديني لفين؟ لبقيه الجسم. يبقى لو جه قال لي البلمونري سيركيليشن، الحته اللي فوق دي لما البلاد هياخد نفسه ويروح لللونجز وياخد نفسه ويرجع تاني للهارت، بتبدا ازاي؟ بتبدا عن طريق ان البلاد اللي مش نظيف الدي اوكسجينيتد بيخش عندي الاول فين؟ بيدخل عندي تحت في الفنتركل. اي فنتركل؟ الرايت ولا الليفت؟ الرايت. يبقى ده مين؟ ده الرايت فنتركل. تمام. طب هو الدم ده اوكسجينيتد ولا دي اوكسجينيتد؟ دي اوكسجينيتد. يبقى اول حاجه عندي اوكسجينيتد بلاد. طالما شفت كلمه اوكسجينيتد بلاد، لا هو الدم مش نظيف، هو بيبدا عندي الدم مش نظيف. طيب دي اوكسجينيتد بلاد فروم ذا رايت فنتركل. طيب دي اوكسجينيتد بلاد فروم ذا ليفت فنتركل. لا، الليفت فنتركل شايل لي دم اوكسجينيتد عشان بعد كده يوديه لكل البودي بارتس. طيب اوكسجينيتد بلاد فروم ذا رايت فنتركل، لا هو مش اوكسجينيتد ولا هيروح للايه؟ والاوكسجينيتد استحاله يكون فين؟ في الرايت فنتركل. يبقى انا من كل ده محتاج ايه؟ محتاج الحته اللي فوق دي. ازاي البلاد اللي جوه جسمي ده بيخش له اكسجين؟ بيخش له بالطريقه دي.
ان انا عندي الدي اوكسجينيتد بلاد بيخش اول حاجه عندي في الرايت اتريوم، الرايت اتريوم ينزله لي الرايت فنتركل، الرايت فنتركل يبدا ان هو يضخه فين؟ يوديه لمين؟ يوديه لللانجز، اللانجز خدته نظفته حطت له اكسجين وخدت منه الكربون دايوكسيد، هترجعه تاني لمين؟ ترجعه تاني للهارت، بس المره دي فين؟ هنا للتشامبر دي اسمها ايه؟ ليفت اتريوم. مين؟ الليفت اتريوم شايل دم نظيف، الليفت اتريوم هيوديه تاني للليفت فنتركل، الليفت فنتركل يعمل بامبنج ويبدا ان هو ايه؟ ينقله لكل البادي بورتس عن طريق الاورتا. تمام كده؟ يبقى الانسر عندي ويل بي بي. الكويستشن اللي بعده 14. Mitochondria is the primary site in cell 4. الميتوكوندريا دي موجوده في جسمي، بعمل بيها ايه؟ هل بعمل فيها فوتوسينثيس؟ لا، الفوتوسينثيس بتحصل في الكلوروبلاست. طيب ايروبيك ريسبيريشن، برافو عليك، احنا قلنا الان ايروبيك في السيتوبلازم لكن الايروبيك في الميتوكوندريا. طيب بروتين سينثيس، لا ماليش دعوه، لسه في السيتوبلازم برضه. فات ستورج مالوش اي دعوه، ده في الليفر وفي المسلز والايه والاديبوس سيلز. يبقى انا هستخدم مين؟ الايروبيك ريسبيريشن هعمله فين؟ في الميتوكوندريا. طول ما انا عندي اكسجين بخش على الميتوكوندريا على طول. طيب اللي بعده question 15. In the absence of oxygen، انا ما عنديش اكسجين. طيب some cells use anaerobic respiration to obtain energy. في شويه سيلز كده اذا كانت في جسمي او اذا كانت بره living organisms ثانيه هتبدا ان هي تاخد بسبب عدم وجود الاكسجين ديت هتاخد الجلوكوز وتطلع له مني انرجي. طيب ايه برضو مشكله؟ and its products is، هتطلع لي يا ترى الانرجي اللي هتطلع دي هيطلع معاها حاجه ثانيه ولا لا؟ تعالى نشوف. لو انا بتكلم على هيومن، فانا عندي الماسل سيل بتبدا تاخد الجلوكوز دوت اللي هو C6H12O6 وانا ما عنديش in the absence of oxygen، انا ما عنديش اكسجين، وهتبدا ان هي تحوله لحاجه مهمه جدا، حاجه اسمها لاكتيك اسيد. ايه بقى اللاكتيك اسيد ده يا مس؟ C3H6O3 بس. طب ده انا عايز انرجي بقى، كل عشان انرجي. بصوا بقى بتطلع لي قد ايه؟ و2 ATP و2 ATP. تمام كده؟ ATP وطبعا 2 ايه؟ لاكتيك اسيد. اهو ده اللاكتيك اسيد. طب ده بيطلع فين؟ بيطلع في الهيومن. طب لو انا بتكلم على ييست مثلا بقى، ايه اللي بيحصل في الييست؟ الييست بقى بتطلع لي الالكحول، الايثانول. تمام؟ بتطلع لي ايه؟ الالكحول او الايثانول اللي هو C2H5OH، وبرده بتطلع لي معاها ايه؟ شويه ATP صغيرين اللي هم الATP ده انا ما اقدرش استخدمهم في اي حاجه، يعني يا دوب هيخلصوا مني مجرد ما يطلعوا. يبقى لو جيت بصيت هنا هعمل ايه؟ هل هطلع ووتر؟ لا ما بطلعش ووتر اصلا. ايثانول الكحول اور لاكتيك اسيد، الايثانول بيطلع في اليست واللاكتيك اسيد بيطلع في الهيومن. كربون دايوكسيد اونلي ما بيطلعش كربون دايوكسيد، اكسترا جلوكوز ما بيطلعش اكسترا جلوكوز. تمام كده؟ يلا بينا على اللي بعده question 16. A decrease in blood density، الدنستي بتاعه البلود قلت. طيب تفتكر ده هيعمل لي ايه؟ يا ترى ايه المشكله اللي هتحصل؟ طالما الدنستي عندي قلت يبقى الريزيستنس بتاعي قل، مقاومه البلود عشان يقدر يتحرك بقى قليل، بقى قادر ان هو يتحرك بمنتهى الاريحيه، بقى خفيف. طب تعالى نشوف. انكيز ان بلاد بريشر، الضغط هيعلى؟ لا الضغط هيعلى ليه؟ ده انا ماشي بسهوله. طيب كاردياك ستوبس، القلب هيقف؟ لا ملهاش علاقه. طيب decrease the effort required to pump blood، هستخدم effort اقل عشان اقدر انقل البلد. هو مشي لوحده اوريدي عشان هو خفيف. oxygen accumulation، الاكسجين هيتخزن اكتر؟ لا ملوش دعوه. يبقى الانسر هتبقى سي. ليه؟ لان الدنستي لما هتقل ده معناه ان هو هيبقى ايه؟ الريزيستنس بتاعه كمان قليل، فلما الريزيستنس بتاعه يبقى قليل هيبدا ان هو يمشي اسرع، يحصل له فلوينج اسرع. تمام؟ فهتبقى الانسر سي. اللي بعده question 17. In which blood vessels doesn't the actual gas exchange occur؟ تعال نشوف في انهي بلاد فيسل بالظبط الجاز اكستشينج الحقيقي بيحصل. يعني ايه كلمه جاز اكستشينج؟ اديك اكسجين اخد منك كربون داي اوكسيد. حلو كده؟ طيب مين هم البلاد فيسلز؟ 3: arteries، فينز، وبلاد كابيلاريز. قلت لكم الارتريز بيطلع من الهارت رايح لكل البادي بارتس، الفينز بيجي من البادي بارتس يخش للهارت. طب والبلاد كابيلاريز دي تفرعات برانش صغيره جدا من الارتري ومن الفين عشان تقدر تخش جوه السيل الصغننه خالص دي. طيب تفتكر الاكتوال جاز اكستشينج بيحصل فين؟
هل بيحصل في الارتري ولا في الفين ولا في البلاد كابيلاري؟ في البلاد كابيلاري طبعا. ليه؟ لان انا ادي عندي السيل دي جواها دلوقتي كربون دايوكسيد وهي عايزه اكسجين. ادي الارتري من هنا هيديها الاكسجين وهي هتاخد الكربون دايوكسيد ده تديني الفين. فانا كده السيل نفسها عملت ايه؟ جاز اكستشينج. يبقى انا عندي فين؟ في البلاد كابيلاريز. تمام كده. الاورطه ده الايه؟ ده ارتري. تمام. ده اللي بياخد بعد كده البلود من الهارت يبدا ان هو يوديه لكل الجسم. يبقى الانسر عندي دي. طيب question 18. The renal diversion technique دي مهمة جدا. is a physical application used to treat. هي ايه المشكلة عندي هنا؟ المشكلة عندي هنا ان ممكن يكون ضغط الدم العالي دوت بسبب سولز كتير، كمية سولز كتير جدا. طيب احنا عارفين او احنا هناخد في ليسن 3 او انتوا المفروض اخدتوا في ليسن 3 ان انت عندك ان الكدني بتعمل ري ابزوربشن للسولز اللي انا محتاجها. اوقات الكدني دي بيبقى فيها مشكله اللي هو يا صحت النهارده انا هاخد كميه سولز اكتر من اللي انا محتاجها بكتير. يلا بقى وده اللي عندي. تمام. فانا بروح اعمل ايه؟ بمنتهى التكنيك ده بمنتهى البساطه بيخش كده ياثر على النيرفز بتاع اللي حوالين الكدني. تمام. عشان يبدا ان هو ايه؟ يريجيليت في الاخر نسبه السولز، بالتالي ما ياثرش على الايه؟ على البلاد بريشر او الضغط العالي عندي. يبقى هل التكنيك دي بستخدمها عشان اعالج الشورتنس اوف بريث؟ لا، ملوش اي دعوه بالنفس. دايابيتس ميلتس؟ لا، ملوش اي دعوه بالسكر. طيب فيجوال ويكنس، الويكنس بتاعي لا، امال بعالج بيه ايه؟ بعالج بيه الهاي بلاد بريشر الناتج عن ايه؟ عن الري ابزوربشن بتاع السولز العالي جدا. تمام كده. طيب اللي بعده question 19. طيب which of the following process responsible for converting البوتنشال انرجي اللي موجوده في الفود into active energy؟ البوتنشال انرجي هنا دي اللي هي مين؟ اللي هي موجوده في الفود، اللي في الجلوكوز، اللي هي ايه؟ اللي هي الكيميكال انرجي. تمام. طيب into active energy اللي انا اقدر اتحرك بيها واقدر ان يبقى عندي اي تي بي اللي هي الكينيتيك انرجي، او خلينا نقول اللي هي الايه؟ الاي تي بي عامه، او اللي هي كينيتيك انرجي. طيب تعالى نبص ونشوف. الترانسبورت لا، ده انا بنقل بلاد وبنقل نيوترينز. الريسبيريشن الريسبيريشن اللي هو الحقيقي بقى، السيلولار ريسبيريشن بقى اللي بيحصل فيه انا باخد الجلوكوز اللي هو الكيميكال انرجي، ببدا ان انا اكسرها بالاكسجين ويحوله لي لايه؟ لاكتيف فورم يديني الانرجي الاي تي بي، فدي تمشي. طيب تعالى بص هنا الاكسكريشن، لا انا بخرج هنا الويستس. طيب الفوتوسينثيسيس كنت باخد اللايت انرجي اللي جايه من الصن وببدا ان انا احولها لايه؟ لكيميكال انرجي في الفود. تمام كده. يبقى الانسر عندي هنا هتكون ايه؟ الانسر عندي هتكون بي، الريسبيريشن وسبيشال سيلولار ريسبيريشن. طيب اللي بعد كده question 20. If the leaves of the pine tree are coated with a waxy substance. تمام. الليفز بتاعت الباين بتاعت الصنوبر بدات ان انا اغطيها بطبقه من الشمع، واكسي لاير، لدرجه ان الواكسي لاير دي عملت لي بلوكت في الستوميتا، قفلت لي الاستوميتا خالص. تفتكر ايه اللي هيحصل؟ ايه اول بروسيس which of them او the first process will stops؟ يلا بينا. الليجنين برودكشن ملوش اي دعوه، الليجنين ملوش اي دعوه، مش ده اللي هيتاثر قوي يعني. طيب الابورد موفمنت اوف ووتر تو ليفز، الميه وهي طالعه للليفز هتقف اصلا، دي حقيقه. دي حقيقه لان انا مش هيحصل عندي ترانسبيريشن. طيب water flowing the phloem، لا الفلوم اصلا مش بيشيل ووتر. فود ستورج ملوش دعوه، يبقى انا الانسر عندي هتبقى ايه؟ بي. ليه؟ لان انا لما قفلت الاستوميتا انا كده قفلت الايه؟ الترانسبيريشن، ما بقاش بيطلع مني ميه عشان اسحب الميه اللي تحت. كده احنا خلصنا اللي عندنا النهارده، خلصنا اول بارت من بارت 3. احنا كده دخلنا في ليسن 2، بدانا في بدايه ليسن 2. ان شاء الله المره الجايه هنخلص البارت 3 كامله، وهيتبقى لنا جزء صغير جدا بعدها هنكون خلصنا ليسن 2 كمان. ان شاء الله كل PDF وكل حاجه هتلاقوها موجوده تحت في الديسكربشن، وموجوده كمان في الكومنتس. خشوا شوفوا الورق واطبعوه، كل حاجه موجوده بالموديل انسر، وكمان انا بحلها معاكم هنا. اشوفكم على خير المره الجايه. السلام عليكم.